أبونا أنا عمري 42 سنة والآن أنا حامل، وبنتي عمرها 16، وجوزي ما كانش عايز يخلف عشان صحتي على قدها ومريضة، بس حصل الحمل. ولما عرفت فضلت أفكر بحاجات كتير زي صحتي ويا ترى هقدر أربي طفل. ولما عملت التراساوند قالت لي الدكتورة مفيش نبض ولازم نتأكد ونعمل سونار. وأنا قبل ما أعمل السونار فضل ضميري يوبخني إزاي شكيت إنه مش أقدر وربنا مش هيساعدني في حاجات كتير. وطلبت منه من العذراء والقديسين إنه إذا كنت أنا، هي بتقول إذا كنت أنا قادرة على التربية وخلفة كاملة ربنا يجيب لي البيبي نبض، وإذا لا مش هقدر يبقى مفيش مشكلة ياخده. ولما عملت السونار قالت لي في نبض، وأنا فرحت كتير. بس لما قلت لأمي وبنتي فضلوا يقولوا لي سقطي عشان صحتك، وأنا كنت مترددة بس اقتنعت. بس أنا خايفة بعد الدعاء والطلب من يسوع ومريم أمه إنه كده بكون شكيت في المرة التانية وربنا هيزعل مني ويغضب، وبقول لنفسي إنه ممكن يعاقبني لأني شكيت مرتين. ممكن تريح ضميري يا أبونا وترد على سؤالي؟ أنا بحبك قوي وأنا بحبك كمان، بس أرجو إن تكوني فعلا إن أنت ما سقطتيش ولا حاجة، لأن التسقيط ده خطية قتل نفس. فإذا كان الدكاترة قالوا لك فعلا إن الخلفة دي هتقضي عليك أنت، فهنا يبقى في كلام تاني ونبتدي نتكلم ويبتدي أب اعترافك يتدخل والحل يتدخل وكل حاجة تتحل يعني. لكن لو مفيش خطورة للدرجة دي هقولك على حاجة. كان في واحدة برضو قابلتني في بلد من البلاد وراحت قالت لي أنا ابني هيطلع مريض بكل الأمراض اللي في الدنيا، عنده ثقب في القلب وعنده مش عارف إيه في الكلى وعنده إيه في الكبد والعمود الفقري والرئتين، البيبي هيطلع متشلفت خالص. قالت لي هيعيش حياته في المستشفى. فأنا أعمل إيه؟ أبهات قالوا لي ممكن تنزليه عشان الدكاترة قالوا لي نزليه، وأبهات قالوا لي ما تنزلهوش. فأنا أعمل إيه؟ قلت لها خدي جوزك واطلعوا في مكان خلوة كده وقعدي صلي أنت وهو صلوة طويلة قوي، واطلبي من ربنا بلجاجة إنه يفرح قلبك بفكرة فيهم، والفكرة اللي ربنا يديكي سلام جوه قلبك كملي معاها أنت وجوزك يعني. رجعوا هما الاتنين قالوا لي أبونا إحنا قررنا إن إحنا نجيب البيبي ومش هننزله ويجرى اللي يجرى، إذا كان ربنا سامح بكده خلاص. وفعلا جابوا البيبي عمل حوالي 37 عملية، عملية ورا التانية كتير قوي. وأمه كانت بقت قاعدة في المستشفى تقريبا على طول معاه لمدة كذا سنة، بس بعد 2 3 ابتدى يتحسن، ابتدى يبقى كويس. ودلوقتي اسمه صليب عنده 11 سنة، ولد أمور خالص بيحب ربنا قوي، مثال للطفل الجميل اللي فعلا ابن ربنا وبيفكر أهله دايما بالسماء والأبدية. وعايش مع إن هم قالوا لها في المستشفى إحنا متأكدين إنه مش هيعيش خالص. شوفي أنا مش بقولك نزليه ولا ما تنزليهوش، بس أنا بقولك سيبي ربنا يقرر لك، وشوفي أنت فرحانة في قلبك إزاي. ما تسمعيش كلام حد خالص، ما تسمعيش كلام أهلك، ما تسمعيش كلام أي حد. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تسمعي كلامهم فيها الدكاترة إذا قالوا لك إن أنت حياتك في خطر، وساعتها هتقولي لأبونا وتاخدي رأيه. غير كده أنا شايف إن أنت تكملي، لأن ما ينفعش كل ما أبقى حامل أعمل تسقيط وأموت الطفل اللي أنا جبته ده. وإحنا يعني لازم ناخد بالنا أصلا من الأول. ربنا يكون معاكي ويديكي حكمة ويوضح لك الطريق، وأنا هصلي لك عشان ربنا يساعدك في الحكاية دي، وخصوصا إن أنت عندك 42 سنة، فربنا يكون معاكي.